يا مساء الفل. النهارده ميعادنا مع الحلقة الثالثة من سلسلة مدرس انجليزي شاطر. اول حلقتين برضو كان ليهم هدايا الناس اللي حضرت اللايف، ودلوقتي الناس اللي حاضرين هياخدوا الهدية الثالثة ومعاها الهديتين اللي فاتوا لو كانت فاتتكم، او لو كان الهديتين الاولانيين فاتوا موجودين برضو مع الكابشن بتاع اللايف ده. مش عايزكم تقلقوا ولا تروحوا تنزلوا الهدايا دلوقتي، لان هسيبها لمدة نص ساعة بعد اللايف. هتدخلوا كده هتقروا الكابشن، هتلاقوا كل حاجة موجودة بالتفصيل. وبرضو بخصوص تحميل الهدية، انت لما بتضغط على اللينك بيفتح لك صورة. اعمل سكرول داون بسيط كده تحت الصورة، هتلاقي فيه مكان تكتب فيه الباسورد وتضغط على انتر، هيفتح لك البوست كله. اقرا البوست وهتلاقي داونلود جيفت 1، داونلود جيفت 2، داونلود هتلاقي الداونلود باتنز موجودين. مساء الفل، مساء الفل يا زوزو، هلو. شيماء شريف، أميرة أشرف، الناس بدأت تدخل. ما تشغلوش بالكم بالهدية دلوقتي، ركزوا في اللايف، لأن اللايف النهاردة شوية بيتناول موضوع مهم مش كل الناس. يعني أنا ما عرفتش عنه أثناء السلتا، أنا عرفت عنه لما دخلت الدلتا، فده يمكن شوية هيبقى دلتا ليفل. بس انا بشاركه معاكم عشان الهدف او هدفنا الاول والاخير كتيتشرز ان المدرسين ان الطلبه بتوعنا يستفيدوا ويحققوا اقصى استفاده. بنورك يا تو سورو، ثانك يو. فليه بشارك حاجات من الدلتا في سلسله مدرس انجليزي شاطر؟ لان حتى في السلتا النقط دي ما بيبقاش عليها فوكس كبير. فعشان كده انا يعني بحتاج ابقى مقتنع ان الطلبه بتستفيد والمدرسين قادرين يفيدوهم. فعشان كده النهارده الحلقه اسمها الطالب والميتا كوجنيشن. الحلقه فيها 3 نقط اساسيه. ايه هي الميتا كوجنيشن؟ ايه مزايا الميتا كوجنيشن؟ الحاجه الثالثه تشيك ليست فور ميتا كوجنيشن، او خلينا نقول ميتا كوجنيشن تشيك ليست. الليسته اللي المفروض احنا او لسته من الاسئله كده المدرس بيبقى داخل حاططها في باله بحيث ان هو يحاول يحققها في الكلاس روم بتاعه. طيب، لو هنتكلم على ايه هي الميتا كوجنيشن باختصار كده وببساطه، هي ما وراء الادراك. انا عارف ان الجمله صعبه، او ما وراء المعرفه. يعني ايه ما وراء المعرفه؟ هل الطالب مدرك هو بيتعلم ازاي اسرع؟ هل انت ليك دور في الموضوع ده؟ هل عارف هو بيتعلم اللي انت بتعلمه له ده ليه وهيقدر يستفيد منه ازاي بره الكلاس روم، ولا هو مجرد بياخد النولج وهيروح يحطها في الامتحان وهينساها بعد الامتحان؟ هل هيقدر يربط اللي انت بتعلمه له؟ هل هو مدرك اهمية اللي انت بتعلمه له وهيقدر يربطه بالواقع ولا مش هيقدر؟ وهل ليك دور في ده ولا لا؟ ده باختصار معنى الميتا كوجنيشن. هو الادراك مش بس بمعناه السطحي ابقى مدرك للشيء، لا، ابقى مدرك ازاي انا بأدرك الشيء. انت متخيل المعنى؟ اللي هو ابقى فاهم نفسي، ابقى فاهم انا عارف انا بتعلم ازاي وبتعلم ازاي اسرع. وده بيحصل من خلال ان طبعا المدرس بيلفت نظرك ازاي انت ممكن تتعلم اسرع. وده بيبان من لو رجعنا لاول حلقه اللي هي كان فيها الكويستشنير بتاع learning preferences و learning styles. هيفرق، يعني معرفتك بالطالب بتاعك هتفرق جدا جدا في انك تحدد له ازاي هو بيتعلم اسرع، وايه الاستراتيجيز اللي هتشتغل معاه وتخليه يستفيد من اللي انت بتقدمه له بشكل يقدر يطبقه في الحياة العملية بره الكلاس روم. يبقى كده الحلقات ما زالت مرتبطة ببعض. learning preferences questionnaire مهم، وطبعا الاورينتيشن اللي بتحصل في اول كلاس اللي هي كانت الموضوع بتاعنا في الحلقة الثانية مهمة، وربطهم بالميتا كوجنيشن ان انت هتبقى فاهم الطالب بتاعك اكتر وتقدر تفهمه انهي استراتيجيز هتتوافق مع الليرنينج بريفرنس والليرنينج ستايل بتاعه، وازاي يقدر يعمل بلاننج للي هو هيذاكره، او بلاننج للاستراتيجيز اللي هو هيطبقها، وازاي يقدر يعمل مونيتورنج للاستراتيجيز ده وللبروجرس اللي هو بيحققه لما بيطبق الاستراتيجيز. يبقى بلان
مونيتور وبتعلمه برضو يعمل ريفلكت، ولما بتعلمه يعمل ريفلكشن هو او سيلف ريفلكشن بيتعلم how to evaluate الافيكاسي بتاعه الاستراتيجيز اللي هو بيطبقها. طيب لما بيعمل ايفالويشن الخطوه اللي بعد كده ايه؟ الخطوه اللي بعد كده ان هو يعمل سم تشينجز. انا الاستراتيجي دي اشتغلت معايا كويس، انا قدرت اطبقها او قدرت ان انا استفيد من خلالها، قدرت اتذكر، قدرت اتعلم اسرع، وهكذا. يبقى plan monitor reflect evaluate change، دي 5 حاجات الطالب محتاج يبقى مدرك ازاي يعملهم عشان يحقق اقصى استفادة من اي حاجة بتعلمها. مساء الخير يا سارة، ربنا يخليكي، كلك ذوق يا سارة والله. plan monitor reflect evaluate change، لو محتاج تعمل تشينجز عشان تتعلم اسرع، او لقيت الاستراتيجي دي خلت الموضوع صعب عليك، لا انا هغير ده، مش هذاكر بالشكل ده، لا هذاكر بشكل مختلف، لا انا عملت كذا، لا هعمل او هذاكر الموضوع ده تاني بس مش هطبق نفس اللي انا طبقته لان ما استفدتش، حسيت ان انا نسيت، او حسيت ان المعلومه ما وصلتش بشكل يخليني اقدر استفيد منها بره الكلاس روم. طيب يبقى احنا كده خلصنا ايه هي الميتا كوجنيشن، ان الطالب يتعلم ازاي بيتعلم، طالب يعرف ايه الطريقة اللي بتخليه يتعلم اسرع ويتذكر اكتر. فده هو ممكن يدركه لوحده، ولكن المدرس طبعا عليه دور في ان هو يساعده انه يعرف نوعه كليرنر. يعني لو عامل الكويشنير اللي احنا اتكلمنا عليه في اول حلقة، انت محتاج تقول له نتيجة الكويشنير ده وتفهمها له. طبعا انت مش هتمشي على طالب تعمل ده، انت ممكن تعمل الكويشنير ده بشكل زي ما قلنا الكتروني، والنتيجة توصله الكتروني، وشرح كل نوع من الليرنينج بريفرنسز يكون موجود. طبعا ده مع الهاير ليفلز. طب اللور ليفلز هنعمل ايه؟ ممكن نعمل الكويشنير ده بالعربي. هو احنا مش بنعلمه انجليزي في الكويشنير، احنا بنعلمه نوع شخصيته ونوعه كمتعلم او كدارس، وازاي يستفيد من الاستراتيجيز اللي هو يطبقها وفقا للبريفرنس بتاعه في التعلم. انا بتعلم احسن بالشكل الفلاني، لازم اطبق الحاجه بنفسي، او لازم اروح اجربها، او لازم اشوفها بتتعمل قدامي، او لازم انتقدها كده. طيب احنا كده خلصنا من اول نقطه اللي هي ايه هي الميتا كوجنيشن، وقلنا thinking about thinking or learning how we learn. تمام؟ ده معنى كده، حاولت ابسطه على قد ما اقدر، وده هنحققه من خلال 5 خطوات: plan monitor reflect evaluate. بعد ما تعمل reflection هتقيم بقى. اخر حاجه هعمل some changes لو انا حسيت ان اللي انا بعمله ده مش احسن حاجه بالنسبه لي كمتعلم او كدارس. طب النقطه الثانيه اللي احنا قلنا هنتكلم عنها بعد تعريف الميتا كوجنيشن، هنتكلم عن مزايا الميتا كوجنيشن. اول ميزه او اول فايده من فوائد الميتا كوجنيشن هي ان الطالب بيتعلم يكون independent ويبقى autonomous. طب لما يتعلم ده، بمجرد ما يخرج من الكلاس روم بتاعك هو عارف ازاي هيكمل لوحده، هو عارف ازاي هيستفيد وهيطبق وهيمارس اللي انت علمته له. ولما الكورس يخلص وظروفه ما تسمحش يجي تاني، يبقى عارف هيكمل منين وهيمشي ازاي لحد ما يبقى يرجع لك. مش هيوقف الدنيا، لا هيفضل مكمل وهيفضل قادر يكمل. انا بس عايز اعمل شير لللايف ده، بس مش عارف اعمل شير وهو شغال على الجروب، لان الناس ساعات بتبقى لا مش عارف. لو حد يقدر يعمل له شير يا جماعه يبقى الف شكر. طيب اول ميزه بتساعد ان هو يبقى independent واوتونوموس. وطبعا لو بقى independent واوتونوموس هو قادر يكمل لما يروح، وقادر يكمل وهو مسافر، وقادر يكمل في وقت فراغه. يعني الموضوع بيفضل مستمر. طيب تاني حاجة من مزايا او فوائد الميتا كوجنيشن لما ننميها عند الطالب، ان هي يعني it has a positive impact on the learning process. جزانا واياكم يا رحيق الجنة، شكرا. واحد زميلك لسه مسجل دكتوراه في نفس الموضوع. ماشي يا مريم، ربنا يوفقه. احنا ممكن نستفيد منه بقى لانه هيدرسه بتعمق جامد جدا. يعني
انما انا بدي اللي يفيد المدرس جوه الكلاس روم. يعني الموضوع كبير فعلا جدا جدا، والهديه النهارده فيها تلخيص او مش تلخيص، فيها شرح للي انا بقوله. يعني هديه فيها شرح كبير للي انا بقوله، هي يعني كامبريدج عاملاها. ايه اللي ضان يا حامد؟ شيرته، الف شكر يا حامد، شكرا. طيب عشان بس ما اطولش عليكم، تاني نقطه اللي هي it will have a positive impact on the learning process، وكمان هتخلي الناس اللي عندها awareness بالميتا كوجنيشن وقادرين يتناولوها بشكل ايجابي، هتخلي فيه هيبقوا يعني higher achievers than the ones who cannot use it. تمام؟ يبقى انا لو الطالب بتاعي علمته some metacognitive strategies، هو هيبقى اقدر من غيره على التعلم واسرع، فده هيفرق معاه. وطبعا لما يفرق معاه هيفرق معاك. ليه هيفرق معاك؟ هيبقى عايز يجيلك تاني، هيبقى عايز يكمل معاك. طبعا ده بيفرق في اسمك وفي سمعتك وفي دخلك على المدى الطويل. طيب تالت حاجة، من مزايا او من فوائد الميتا كوجنيشن ان انت لما بتتعلم حاجة في الكلاس روم وبتتعلم استراتيجية معينة او بتتعلم معلومة معينة، بتقدر تطبقها على اشياء اخرى. هدي على سبيل المثال ان انت لو اتعلمت مهارة زي السكاننج في الريدنج كومبريهنشن او في الريدنج سكيل as a receptive skill، اتعلمت تعمل سكاننج ودي مهارة سب سكيل في الريدنج، وقدرت تطبقها في الكلاس روم، جالك فترة كده محتاج فيها تمتحن ايلتس ومش لاحق تعمل بريباريشن، لان ساعات كده حاجات بتحصل في الحياة اللي هو بيجي لنا مفاجآت. هتلاقيك وانت بتقرأ السؤال اللي هو محتاج سكاننج، فهمت ان انت هتطبق الاستراتيجية بتاعت السكاننج. يعني you will apply the scanning sub skill in reading، يعني the scanning strategy. يعني هو بيسألك على البرايس، غير واحد ما عندوش وعي بالميتا كوجنيشن فهيروح يقرا الباراجراف بشكل تفصيلي ويقعد يدور على سعر. يعني السؤال بيسأل عن السعر. انت لو عندك ميتا كوجنيشن هتبقى عارف انا مش محتاج اقرا بشكل تفصيلي، انا محتاج ادور على السيمبل بتاع البرايس، او محتاج ادور على الارقام فقط. ابص كده اول ما الاقي رقم هقرا حواليه فقط، مش هقرا المقال كله. لا، انا هقرا، انا هدور بعيني على ارقام ورموز اللي هي الرموز بتاعه الدولار مثلا، اللي هي الاس وعليها شرطه كده واقفه، او الاسترليني او اليورو، هدور على السيمبلز دي، مش هقرا بشكل تفصيلي. فانت هتجيب الاجابه في 10 ثواني او في 20 ثانيه. واللي ما عندوش ميتا كوجنيشن ومش فاهم ان دي الاستراتيجيه اللي هتطبق هنا، لا، لان المدرس بتاعه ما رفعش وعيه بجزئيه الميتا كوجنيشن، بجزئيه هو هيستفيد من ده ازاي ويقدر يطبقه في حياته ازاي. طيب لو واحد وصل المطار متاخر وعايز يعرف الجيت فين اللي هو هيدخل منها للطياره بتاعته، هل هيقعد يقرا التذكره بالتفصيل سطر سطر، ولا هيعمل سكاننج سريع عشان يشوف حرف الجي كابيتالايزد كده، فهيعمل سكاننج مش هيقرا كل التذكره. فانا حبيت اضرب مثل بس على النوليدج ترانسفير، ان هي بتتنقل معاك، بتحسن ذاكرتك لما بتكون انت يعني الميمورايزنج عندك بيبقى احسن، بتحسن عندك البروبلم سولفنج سكيلز، بتبقى اقوى. فيعني الميتا كوجنيشن بتعمل كل ده. برضو بتخلي عندك مهارة الريزنينج، تقدر تريزن وذ بيبل. خلاص انت بتفكر، يعني ادراك ما وراء او تعلم ما وراء الادراك، انا ازاي بادرك الاشياء. لما بتتعلم ده بيديك مهارة اصلا في التعامل مع الناس. how to reason with people. يعني مش هتدخل في مناقشة واللي قدامك يقول لك حاجة فانت تقول له لا اسكت، او تشتم وتمشي، او صوتك يعلى. لا، انت هتقدر تاخد وتدي معاه، لان انت مدرك انت بتعمل ايه، ومدرك بتتكلم ازاي، ومدرك ابعاد الاشياء من حواليك، غير لما تكون انسان سطحي بتاخد الكلام من على الوش، ولما تلاقي نفسك اتزنقت تنهي المحادثة بشكل غير لائق مثلا او تنفعل. ده بيفرق. ميتا كوجنيشن يعني الحاجات دي الميتا كوجنيشن داخل فيها.
طيب النقطه الرابعه من مزايا الميتا كوجنيشن ان هي مش مكلفه، ان هي مش غاليه، انت مش محتاج تشتري لها ادوات، ده هي بس مجرد شيء من التركيز وتحليل الامور، وزي ما قلنا plan monitor reflect evaluate and change. ده يعني الملف الهديه النهارده فيه تفاصيل الكلام ده. انا مش عايز، بس انا لو هتكلم في كل نقطه من دول هتكلم كتير جدا، كل نقطه من دول محتاجه لايف فيديو لوحده، فانا حاولت الم لكم الدنيا كده كلها بسرعه بحيث ان انت تقدر تستفيد منها وتكمل قراءه. فالهديتين كل هديه فيهم حوالي 7 8 صفحات، يعني الموضوع كله مش هيعدي 20 صفحه، بس هيفرقوا معاك انت كشخص، وهيفرقوا مع الطلبه اللي بتيجي تحت ايدك، الطلبه اللي بتتعلم جوه الكلاس بتاعك. لما انت تقف جنبهم في حاجه زي كده محدش يتكلم معاهم فيها في كلاسز ثانيه، هتفرق جدا. فحاول تتعلم الموضوع كده بالراحه وبهدوء، وخد وقتك. وانت مش محتاج تكتب نوتس مع اللايف ده، لان انا شفت ناس بتكتب نوتس مع اللايف فيديوز بتاعتي، فانا بجد بشكركم وده تقدير كبير منكم. ولكن الملفات اللي انا بعتها لكم ملفات مصممه من قبل هيئات كبيره، فيعني ذاكروها، هتلاقوا الدنيا ان شاء الله ظبطت من غير ما تقعد تسمع اللايف من الاول تاني او تاخد نوتس على اللايف. يبقى احنا كده اتكلمنا في النقطه الثانيه اللي هي مزايا وفوائد الميتا كوجنيشن. اخر نقطه هتكلم فيها بسرعه هي الميتا كوجنيشن تشيك ليست. ايه الليسته المفروض اللي انت تبقى داخل بيها جوه دماغك، او حتى في يعني ستيكي نوت تبص عليها. شكرا يا دعاء، كتر خيرك، شكرا يا اسماء. اول سؤال هتساله لنفسك، انا بس كاتبهم عشان ما انساش حاجه. Have I included clear learning objectives؟ انا داخل الكلاس ده عارف انا عايز الطلبه تطلع منه بايه، وازاي هيطبقوه في الحياه العمليه بتاعتهم، وايه المواقف. هل هربط لهم الاوبجكتيفز دي بمواقف الحياه العامه، ولا مجرد بس هم بيتعلموا عشان يجيبوا درجه حلوه في الانجليش ويبقى الانجليزي بتاعهم مجرد سؤال وجواب ومفيش كوميونيكيشن؟ لازم اربطها لهم بالحياه العامه بره الكلاس روم. هيستفيد منها ازاي؟ ايه المواقف اللي ممكن يستفيد منها بره الكلاس روم في الجزئيه دي؟ هل انا داخل وحاطط 12 learning objectives؟ الاوبجكتيفز بتاعتي هل منطقيه على الوقت المتاح في الكلاس روم؟ لو انا عندي ساعه هدرسها او ساعتين، لو ساعتين هم 3 4 learning objectives بس. طبعا في انتجريشن بيحصل، والناس اللي درست معايا سلتا او درست معايا سلتا بريباريشن او درست معايا تافل، بالمناسبه احنا فتحنا ريجستريشن لكورس سلتا بريباريشن، عشان طبعا الناس داخله سلتا، الناس بتدخل سلتا كتير في الصيف. طبعا انا عندي برضو ان شاء الله مفاجآت بخصوص السلتا قريبا يعني. السلتا بريباريشن هيبدا تاني جمعه، اعتقد هتبقى 11 يونيو زي ما كتبت في الكابشن بتاع البوست بتاع اللايف. هتبدا تاني جمعه في شهر يونيو، عشان الناس بتدخل في 7 و8 يعني كورسات سلتا كتير جدا. فانا حبيت ان انا ابدا راوند كمان في شهر 6. انا لسه مخلص راوند الفتره اللي فاتت، وهبدا الراوند الجديده 11 6 ان شاء الله سلتا بريباريشن. وطبعا حصل تغييرات جوهريه كبيره جدا في الكورس ده، ممكن تبقوا تشوفوها في اللينك في التفاصيل عشان ما اطولش برضو عليكم. طيب هل انت داخل ساعتين عندك 12؟ انا والله العظيم بيصعب عليا مدرسين في المدارس الحكومه لما بيبقى داخل عنده الصفحتين فيهم كتير جدا 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 على 45 دقيقه. فطبعا الطالب بياخد حاجات كتير قوي، بيبقى فيه اوبجكتيفز كتير قوي، بس كلها بتروح بشكل سريع وبشكل يعني لم يسمح للطالب ان هو يعمل ريتنشن. ما حصلش اي ريتنشن. ليه؟ لان كتير. فانا لو عندي 45 دقيقه في السلتا بديهم 2 objectives، a main aim and a sub aim. تمام؟ ليه؟ لان انا عايز الطالب يخرج من الكلاس روم عارف يستخدم ده وقدر يطبقه، واديته عليه كمان فيدباك وعملت له ايرور كوركشن على الاخطاء بتاعته. غير لما اديله كل حاجه وانا عمال، انا اسف يعني، احشي معلومات في مخ لسه بيتكون وفي لغه جديده والموضوع زحمه، فهو خارج عارف حاجات كتير بس مش قادر يطبق ولا حاجه. لا، انا عايزه يخرج عارف حاجه واحده اللي هي 7 كلمات دول او 10 كلمات دول وقادر يستخدمهم. عايزه يخرج عارف الاستراكشر دي
وقادر يستخدمها صح وعارف الفانكشن بتاعها بشكل عملي وبشكل واقعي يقدر يتنفذ في الحياة. طيب كده انا اتكلمت عن اول سؤال اللي هو have I included clear learning objectives، وخليني برضه احط جنب كلمة clear احط كلمة reasonable او achievable. ما ينفعش يبقى الاوبجكتيفز كتير قوي كده، الكيف وليس الكم. الله ينور عليك يا سارة عبد الغني، بجد هي دي ده الاكسبريشن بالظبط المناسب للجملة دي او للجزئية دي. have I included clear learning objectives clear and reasonable. الكيف وليس الكم. انا اديله كتير ويخرج مش عارفه، ولا اديله حاجه واحده ويبقى قادر يستخدمها، فمع الوقت وفي اخر الكورس هيبقى عنده حاجات كتير قادر يستخدمها بشكل قوي. طيب تاني حاجه او تاني سؤال المفروض يكون في بالي، how am I going to encourage my students to monitor their learning. انا هعلمهم ازاي وهشجعهم ازاي يراقبوا البروجرس بتاعهم بشكل يخليهم يعرفوا ان هم بيتقدموا فالموتيفيشن بتاعهم يعلى. طبعا دي هتبقى محتاجة يعني قراءة في حتة الاسسمنت، سواء فورماتيف اسسمنت بيحصل اثناء الكلاس او السماتيف اسسمنت، والفيدباك على الفورماتيف اسسمنت والسماتيف اسسمنت ده. انا مش عايز بس يعني ايه اوسع الدنيا، فدي ممكن يبقى لها برضو حلقة منفصلة، ازاي اساعد الطالب يعمل مونيتورنج للبروجرس بتاعه وايه الادوات اللي ممكن يستخدمها في ده. طيب السؤال الثالث، how can I create opportunities for learners to practice new strategies. ايه الفرص اللي انا اقدر اخلقها للطالب بحيث ان الدنيا تبقى student centered، بحيث ان هو يتكلم اكتر ما انا اتكلم. ايه الفرص اللي انا ممكن اخلقها له عشان الميتا كوجنيشن بتاعه يعلى، وعشان قدرته على ممارسة اللي انا بديهوله تعلى، فيبقى قادر يطبقه بره الكلاس روم. وامتى هعمل ريسايكل وامتى هعمل ريفيجن على ده. الله ينور عليك يا شيماء شوقي. less is more. حقيقي less is more and the more is not the merrier if not focused. دايما يقول لك ايه يعني انا مش عارف اترجمها، يعني انا عمال احاول ادور على الترجمه في دماغي. the more is not the merrier. البحر يحب الزياده، لا ما يحبش الزياده. حتى في الفلوس الزياده لو حرام مش هتنفعك. معلش ده ديفيشن سريع كده بس عشان ايه the more is not the merrier if not focused. بلاش البحر يحب الزياده دي، خليها كده بالراحه عشان الناس تبقى خارجه عارفه تنفذ اللي انت علمته لها، تنفذه في الحياه، تطبقه. يا فرحتي ان انا يعني لو مهندس اديته ازاي يعمل كوبري وازاي يعمل بيت وازاي يعمل يعني انفراستراكشر في محاضره واحده. ما هو خارج يعني شاف الحاجات دي كلها، لا انا اعلمه ازاي يعمل العمود اللي في الكوبري اللي تحت يعني كده، يبقى قادر ينفذه ويطبقه في الحياه. زياده الخير خيرين يا جوجو. كتر وما يهمكش. انا حاسس ان دي فيها حته سياسه ماليش دعوه بيها، انا ماليش دعوه خالص. يعني ربنا يوفق الناس كلها ويصلح حال البلد. زود ما يهمكش. Number 3 how can I create opportunities for learners to practice new strategies. دي اتكلمنا فيها. رقم 4 how can I allow time for learners to self-reflect. لازم اعلم الطالب ازاي يعمل self-reflection و-evaluation للي هو بيتعلمه، هو نفسه يعمل ده ويبقى في autonomy في الحتة دي. يا سلام لو مثلا يبقى في homework، تمام، يبقى ماشي يا شيماء، يبقى في homework ولو انت مثلا بتستخدم جوجل كلاس روم الانسر كي يظهر في وقت معين بعد ما الهوم ورك يتعمل، اللي هو يجرب الاول ويشوف هو بيقف فين وايه اللي راح وايه اللي تعبه وايه اللي طلع غلط. وعلى فكره ده ممكن كمان يتسال في الكلاس روم قبل ما يعمل قبل ما المدرس يعمل فرير براكتس او حتى كنترولد براكتس. يا زوزو ما توديناش في داهيه. على فكره المهندس طارق براحته يعمل اللي هو عايزه. ماشي. ممكن تسال السؤال ده، ايه الغلطات اللي انتم متوقعين انها تحصل في الاكسرسايز ده؟ تخيل ان السؤال ده بيساعد ان هو يبقى عنده ميتا كوجنيشن، اللي هو يبقى متوقع الغلط فلما يجي يحل يبقى مركز قوي. طبعا وفي الفرير براكتس انت بقى خلاص يعني بتسيبه يتكلم براحته ويغلط براحته وما بتقطعوش عشان الليفل اوف فلوينسي، وبالذات لو هي سبيكينج. تمام، انت بس بتجمع الاخطاء وبعد كده بتعمل لها كوركشن، بتعمل اليسيتيشن وبتعمل كوركشن على البورد مع الطلبه.
تمام؟ يبقى احنا كده اتكلمنا في 4 اسئله. السؤال الخامس: هل الانفايرمنت does the classroom environment support metacognitive practices؟ ولا الطلبه خايفه تعمل اخطاء؟ انت لازم تكون مطمنهم، ولازم تكون معرفهم او حتى سائلهم السؤال اللي احنا اتكلمنا فيه من شويه: ايه اللي ممكن يحصل غلط او ايه الاجابه اللي ممكن او ايه النقطه اللي ممكن تكون بصوا كده، وايه اللي ممكن يحصل غلط هنا، وتتناقش معاهم عشان وهم بيحلوا يبقوا اكثر قدره على الحل وحاسين ان هم مالكين الاكسرسايز. ممكن اسال الطالب ايه الغلطه المتوقعه في الاكسرسايز ده. تخيل انت درست له حاجه، عملت كلاريفيكيشن زي الفل، وبعدين عملت اديته انستراكشنز للكنترولد براكتس. وطبعا الناس اللي مش عارفه يعني ايه كنترولد براكتس، يعني دي ستيج كده بتبقى موجوده في اللانجوج ليسنز، ده في الفريم ورك بتاع اي درس جرامر او فوكابولري او فانكشنال لانجوج. تمام؟ الناس اللي خدت معايا سلتا بريباريشن اكيد فاهمين الكلام ده، او سلتا او تفل مع حد قوي اكيد فاهمين انا بتكلم في ايه. وممكن نبقى نعمل برضو حلقات عن يعني ايه كنترولد براكتس، وايه الفرق بينه وبين الفرير براكتس وهكذا. يبقى هل انت مرحب بالاخطاء؟ هل انت مفهمهم ان الخطأ ده لوحده مدرسة؟ يعني الخطأ في حد ذاته، يعني your first mistake is your best teacher. كل لما يعني اول غلطة ليا في الجزئية دي استاذي في الجزئية دي، انا اتعلمت منها. فالله على الاخطاء، يا مرحب بالاخطاء، انا مش هتعلم من غير ما اغلط. بس دي كانت الحلقة النهاردة. ايه هي الميتا كوجنيشن؟ ايه مزايا وفوائد الميتا كوجنيشن؟ تشيك ليست سريعة كده للميتا كوجنيشن والاسئلة اللي المفروض المدرس يكون محضرها في دماغه قبل، او حتى كاتبها لنفسه. الحاجات اللي ينفع تتعمل من قبل الكلاس روم. انا عامل بلان للدرس ازاي، ايه الاوبجكتيفز، انا هل الاوبجكتيفز بتاعتي منطقيه وقيد التنفيذ ينفع تتنفذ ولا كتير قوي. ممكن تعمل لنا لايف قريب فاطمه عادل. ازيك يا فاطمه؟ تقول لنا ازاي نتصرف مع الطالب اللي ما عندوش ثقه في نفسه، اكتبها صح، بيمسح الاجابه الصح ويكتب الغلط. يا عيني، كلنا بنعمل كده. والطالب ثقته في نفسه هتزيد من الاتيتيود بتاع المدرس تجاه اخطائه، ومن الاتيتيود بتاع الطلبه اللي في الكلاس روم تجاه اخطائه. ولازم بحط يعني جراوند رولز قاسيه لو طالب اتريق على طالب. يعني لازم يكون في كلاس روم رولز. وده ممكن كمان زي ما اتكلمنا قبل كده في الاورينتيشن، ان انا اشرك الطلبه فيها. انتوا حطوا لي شويه قواعد، يعني ايه الحاجات اللي انتوا حابين ان انا اعملها في الكلاس روم، وايه الحاجات اللي انتوا حابين تعملوها في الكلاس روم، وايه الحاجات اللي المفروض نحافظ عليها. يبقى زي عقد بيننا وبين بعض. اكتبوا النقط اللي في دماغكم وانا هقول لكم النقط اللي في دماغي، ونعمل عقد يتعلق في الكلاس روم. طبعا لو الانستتيوشن اللي انا بشتغل فيه سامح، يبقى الكلاس روم بتاعي دي القواعد بتاعته. ممنوع ان طالب يسخر من خطأ طالب تاني، ممنوع. وممكن يكون ليها كمان يعني عقوبة يعني من نوع ما، اللي هو مثلا يحرم من المشاركة بقية السيشن، ما يشاركش. طبعا ده عقاب شرس جدا. ان هو يعني طبعا احنا بنتكلم في student centered classes، بس لازم يبقى فيه mutual respect. لازم الطلبة تحترمك، تبقى قريب منهم وفريندلي معاهم وكل حاجة، بس لازم يبقى فيه mutual respect بينك وبينهم وبين بعض. احنا كلنا بنغلط، فاوعى تسخر من خطأ زميلك، او حتى تبص له بصه ما تعجبوش. ده مش هيحصل في الكلاس روم بتاعي. وتبقى assertive جدا هنا، يعني فريندلي، بس مفيش القواعد والرولز ما تتخطاش. مش معنى ان انا فريندلي يبقى انت الدنيا سداح مداح كده ممكن تتريق على زميلك، ممنوع. القانون الداخلي، ايوه يا امينه صح كده، حلوه الجمله دي. ربنا يكرمك. مين اللي بيقول انا بدعي لك في كل صلاه؟ معلش انا شايف بس زوزو رد على ربنا يا رب يرزقك المثل. ابتسام، الف شكر. احمد عطوه منورني، زميلي وجاري، وكل يوم كوبايه القهوه الجميله مع بعض. بس طبعا مش في رمضان، بقالنا شويه ما شربناش قهوه. بعد رمضان هنشرب تاني ان شاء الله. Item in the activity: I tell my students beforehand that there is a tricky one. Is that okay? Of course it's okay, and you can go to this tricky one and elicit answers and help. You can provide one free answer with the students. بس ما تجاوبهاش انت هتديهم فيدباك عليها. يعني هم يجاوبوا
واسالهم كده هل موافقين على اجابه زميلكم وليه، وتديهم فيدباك عليها. فالكلاس مش لاختبار الطالب، الكلاس ده لتعليمه. فانا مش عايز يعني اترك الطالب ويتضايق ان هو عمل حاجه غلط، لا لا، انا عايزه يتعلم اللي انا بقوله له ده ويستفيد من الاكسرسايز بشكل تعليمي ومش بشكل اختباري. ده اللي احنا بنسميه formative assessment، اللي هو بيتعلم منه، بديله فيدباك عليه عشان نشوف الاخطاء دي ايه هي وحصلت ليه وازاي نتجنبها. شكرا يا جوجو، ما تحرمش من ذوقك. ميرامور شافعي، should I write the objectives on the board؟ في مدرستين في الموضوع ده يا ميرامور، انا مش عارف اذا كنت بنطق الاسم صح ولا لا، فسامحيني لو كنت بنطقه غلط. في مدرستين في الموضوع ده. انا ما بكتبش الاوبجكتيفز بشكل تفصيلي، انا بقول ايه today's menu، ما بكتبش اوبجكتيفز، بحسسهم ان هو مطعم. today's menu، بقوم كاتب كلمه، لو في reading بقوم كاتب كلمه reading، ما بكتبش الشكل التفصيلي اللي احنا بنحطه في الليسن بلان، اللي هو by the end of the lesson students will have been better able to read for just and specific ما بكتبش كده، انا بكتب كلمه reading، وبعدين بكتب كلمه لو في vocabulary بكتب كلمه vocabulary، بعد كده بكتب speaking مثلا لو على حسب الايمز اللي عندي في الدرس، بكتبها كعناوين رئيسيه كده على جنب البورد خالص، وفي اخر الدرس بستخدمها كتشيك ليست للي هم اتعلموه النهارده. What did we learn about reading today? What are the sub skills we learned today? فيقولوا لي اتعلمنا نعمل كذا، اقول لهم how can we use it in real life؟ فيقولوا لي في كذا وكذا. طيب can you shout out some words from what we learned today؟ واقوم كاتب جنب كلمه vocabulary بعض الكلمات اللي هم هيقولوها. ممكن اعمل elicitation سريع عشان اتاكد ان هم لسه فاكرين. طب في السبيكينج what did we speak about؟ did we learn how to take turns while speaking؟ على حسب اللي انا درسته، وبسال شويه اسئله، بعمل ريكاب على الاوبجكتيفز. يبقى انا ما بكتبش الاوبجكتيفز بشكل صريح، ولو في جرامر كلمه جرامر ما بكتبهاش على البورد، بكتبها في الاخر خالص، عشان ده اوبجكتيف بيبقى مخلي الناس قاعده عامله كده، ده في جرامر النهارده، ده هيبقى فيه ملل، هيبقى فيه، وما بحسسهمش ان احنا درسنا جرامر. الناس اللي درست معايا سلتا بريباريشن او سلتا او تافل عارفين احنا بنعمل الجرامر ازاي، احنا بنسحب رجله ما بيحسش خالص. ما بدخلش اقول له النهارده احنا هندرس البريزنت بيرفكت سيمبل، ما بدخلش اعمل كده، لا ده انا رجله بتتسحب في درس جرامر من غير ما يحس ان هو جرامر. وده الاوبجكتيف الوحيد اللي انا ما بكتبوش على البورد، بكتبه في الاخر خالص، احنا اتعلمنا ايه في الجرامر النهارده، طب ايه الفانكشن بتاع الاستراكشر دي، بنستخدمها امتى. بس دي الاسئله اللي انا بسالها لهم. فالاوبجكتيفز بالنسبه لي بستخدمها في الريكاب، بس مش بستخدمها ان انا اكتبها. وطبعا انا عايزك تطبق اللي الكوردينيتور او السوبرفايزر بتاعك بيقوله لك، حافظ على اكل عيشك، لان اللي انا بعمله مش هو الحاجه الوحيده اللي صح. لا يعني انت ممكن تكتبها في مدرستين في الموضوع ده، بس انا اميل لمدرسه انها تتكتب مختصره كعناوين رئيسيه، وبعد كده بالتفصيل لما اجي اعمل ريكاب واعمل الراب اب على الدرس كله واحطها ببساطه كده على الايه، على البورد، واخدها منهم برضو، مش هسمعها لهم انا، يعني عشان يبقى خارج عارف هو اتعلم ايه. لان انت ممكن الباسورد مش عايز اقولها في اللايف، انا هشيلها بعد اللايف بنص ساعه. هي الباسورد موجوده في الكابشن، بس كابيتالايزد يا شيماء شريف. ربنا يخليك يا زوزو، من ذوقك والله، يعني the best course ever CELTA preparation, thank you, all capitalized, thank you very much. فانا في الركاب باخد من الطالب بساله هو اتعلم ايه النهارده. ربنا يخليك يا دعاء، كلك ذوق. يا محمد جمال، ما تكتبش الباسورد في الكومنتس، محدش يكتب الباسوردز في الكومنتس يا جماعه، لان بتفضل موجوده، والناس اللي حضرت اللايف بتبقى زي اللي ما حضرتش اللايف. تمام؟ فمعلش انا حابب اهادي الناس اللي عندها ولاء لللايف. وطبعا في اخر رمضان هيبقى فيه مفاجاه للناس اللي ما قدرتش تحضر في رمضان، يعني هيتبسطوا قوي، يعني مش هيزعلوا، عشان الناس بتبعت لي بتقول انا ببقى ظروفي مش سامحه ان انا احضر. عايز اقول لكم ان ممكن انت تكون بتشرح بريزنت سمبل لطالب في بري انترميديت، هو خده في اعدادي وخده في ابتدائي وخده في اعدادي وخده في ثانوي، وهو جاي لك بعد ما خلص جامعه يلاقيك بتدي له بريزنت سمبل، فممكن يبقى متضايق ان انت بتشرح له بريزنت سمبل. انت متخيل؟ فانت في الميتا كوجنيشن بقى، يعني الميتا كوجنيتيف ستيج،
لازم تفهمه انت ليه شرحته له تاني. لازم تفهمه ان هو لما خده قبل كده كان خده عشان يحل الامتحان دي، كان عشان يجيب درجة. انما انت بتشرحه له عشان يقدر يستخدم القاعدة دي في حياته العامة، ويبقى عارف ان هي بتستخدم لما يجي يتكلم على الديلي روتين بتاعه. وده بقى بيحصل في الاخر وانت بتعمل ريكاب، لما بتقول احنا درسنا ايه في الجرامر النهارده وبتكتبها يقول لك present simple and when do we use the present simple. دي مربط الفرس، دي النقطة المهمة جدا، ان هو يقول لك انا درسته عشان اعمل بيه كذا وكذا وكذا. طب هل ينفع استخدمه لما اكون بتكلم على حاجة تايم تيبلد مثلا؟ ينفع. the train leaves at 5. هي دي فاكت؟ لا مش فاكت، دي تايم تيبل، وتعتبر فاكت لان هو خلاص البتاع متجدول، فدي تعتبر حقيقة. ولكن عشان بس مطولش عليكم، الريكاب بيحصل في الاخر، والميتا كوجنيتيف ستيج بتحصل في الاخر، في اخر الدرس خالص من خلال الريكاب، وممكن تحصل بعد كل ستيج. يعني انا ممكن بعد الكلاريفيكيشن اقوم سائل سؤالين تاني، ويعتبر على فكره السي سي كيوز اسئله تعتبر فيها شيء من الميتا كوجنيشن. بعد الكنترولد براكتس او قبل الكنترولد براكتس بعرفهم ليه هم بيحلوا ده وهيستفيدوا منه ايه وهيعمل كونسوليديشن ازاي. بعد الفرير براكتس احنا ليه عملنا ده؟ عشان نبقى طبقنا. طيب اللانجوج الفانكشنال لانجوج اللي هي دكتور بيشنت لانجوج هستفيد منها ازاي؟ تقدر النهارده لو رايح لدكتور في انجلترا تقدر تعبر عن السيمبتومز اللي عندك. طب لما الدكتور يقول لك كده عارف هترد تقول له ايه؟ يعني ده اللي بيبقى فارق معايا، ان هو يبقى خارج من الكلاس روم قادر يطبق وينفذ اللي هو اتعلمه. تمام؟ بفكركم بكورس اكاديميك رايتنج هيبدا في اول جمعه بعد العيد مع حامد شريف سالتا تيوتر، ولو دخلتوا على اللينك هتلاقوا الكاونت داون بتاع الخصم شغال. الكورس كان ب 3200 هيبقى ب 2100، في 1100 جنيه خصم للناس اللي هتحجز قبل الكاونت داون اللي موجود ما هيختفي. وطبعا اكاديميك رايتنج انا شايف ان ده كورس كلنا محتاجينه. بس دي كانت النهايه والحلقه الثالثه، الطالب والميتا كوجنيشن. الهدايا قيمه، الناس اللي مش هتلحق تشوف اللايف ده خلال نص ساعة بعد اللايف ومش تلحق تعمل داونلود للهدايا ما يقلقوش، مع الحلقة الرابعة هحط كل اللي فات، هحط الهدية بتاعت الحلقة الأولى والحلقة الثانية والحلقة بتاعت النهاردة تاني. مع كل لايف هنزل الهدايا مرة تانية، وفي آخر السلسلة خالص هيكون في هدية جميلة كده، يعني مش عايز أقول عليها دلوقتي، لكل الناس اللي فاتهم اللايفات. بس شكرا على حسن المتابعة، وإن شاء الله نتقابل تاني في أقرب وقت في الحلقة الرابعة من سلسلة مدرس إنجليزي شاطر. إن شاء الله كلكم تبقوا زي الفل، وكل سنة وانتم طيبين، ورب إنك عفو تحبوا العفو فاعفو عنا. النهاردة أعتقد ليلة وترية فنكتر الدعاء، وكل سنة وانتم طيبين. السلام عليكم.